تستمد روحا جديدة وتسترجع قواها لمقاومة ثقل السنوات من جديد بعد عملية ترميم تندرج في إطار مشروع تهيئ ميناء طنجة المدينة، عملية أشرف عليها مختصون لتبدو في شكلها الحالي. الأشغال حاليا في أطوار متقدمة، ويمكن أن نقول أن نسبة تقدمها يبلغ حوالي 80%، ومن المنتظر أن تتم نهاية هذه الأشغال في غضون فيما تم هذه السنة. أما الشطر الرابع الذي يمتد ما بين برج الحجوي وسوق الشمال سوق السمك، فالأشغال بلغت مراحل متقدمة. عملية الترميم شملت العديد من المعالم التاريخية التي تشكل جزءا من ذاكرة طنجة كدار البارود بمدافعها الشهيرة والقصبة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، ترميم السور المحيط بالمدينة العتيقة بالإضافة إلى جماليته يشكل سياجا يحمي تاريخ هذه المدينة التي تناوبت عليها الثقافات والحضارات. وهذا سيعطي واحد الصبغة خاصة بين سيمكن من فتح الميناء على المدينة العتيقة، وهذا سيزيد من جاذبية المدينة. كما برمجنا تزيين بالأضواء كل الأسوار العتيقة للمدينة. عملية ترميم أسوار المدينة العتيقة وصلت مراحل متقدمة، من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة ليكتمل بذلك المنظر العام لميناء طنجة المدينة بحلة جديدة وببعد تاريخي.